يعني حرفيا حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يأذي هالبنت. يعني ما تفكرون انه يكون عندكم خوات، يكون عندكم بالمستقبل اطفال، ما تخافون عقاب رب العالمين؟ يعني اوكي انتم ما تخافون، يعني رب العالمين وقت تموتون شو تقولوا له؟ يعني شيء اللي قاعد اشوفه وشيء اللي قاعد يصير حرام يا اخي، حرام حرام، خلاص اتركوا البنت بروحها. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص يأذيها، يعني اهلها هي. يعني نحن البنات لازم نساند بعض، يعني وبنت بلدكم، يعني انا اشوف بنات هي بنت بلدكم قاعدين تتكلمون عليها خير، ولا لانه في اشخاص شعبيتهم جمهوريتهم قويه يلا قلبتوا كلكم ضد البنت؟ عن جد حرام حرام، خلاص اتركوا البنت بروحها اللي بيها مكفيها، وحسبي الله ونعم الوكيل. يعني لو حياتي ما طلعت حاولة بس مرات يعني الاشياء اللي اجيبها غلط بحكي اعتذر من السوشيال ميديا، يا ريت البنت تنتبه وتركز على كل شيء سبب، لان عن جد السوشيال ميديا نفاق، واتركوكم من انه السوشيال ميديا نفاق. الناس بعد ما تتامن، يا ريت البنت تنتبه وما تتوسخ الشاب، وما تتوسخ لاحد، تكون غاليه، ولا تسلمي نفسك مجرد انه انت حبيتي شخص، ولا ترتبطي بشخص، ولا انت طيبه انت خلي قلبك طيب، دون قصدي قلبك. وتعلموا يا بنات، هذا درس، يعني كل شيء تشوفوه تعلموا منه درس، وحسبي الله ونعم الوكيل على اي شخص يطعن شرف بنت، ما اقول غير هالشيء وبس.